النهارده ان شاء الله في حلقتنا هنعرض مع بعض كل الدروس المقرره علينا السنه دي سنه تانية في منهج كونكت بلس 2024. ولكن قبل ما ابدا حلقتي كده تعالوا نبص بصه سريعه على الجرامر المطلوب منك دراسته السنه دي ان شاء الله. المطلوب مننا السنه دي ان شاء الله في الترم الاول دراسه البريزنت سامبل تنس زمن المضارع البسيط، وكمان البريزنت كونتينوس تنس زمن المضارع المستمر. طبعا هندرس تكوينهم وازاي تكون منهم جمله وازاي تنفيها وازاي تعمل سؤال وكمان ازاي تجاوب على السؤال. وكمان هندرس الباست سامبل تنس with regular verbs، يعني هندرس زمن الماضي البسيط مع الافعال المنتظمه. طيب ازاي هنعمل جمله، ازاي هنعمل سؤال وازاي نجاوب عليه. هندرس الفيرب تو هاف وكمان الفيرب تو بي في البريزنت والباست، يعني هناخد في البريزنت ام واز وار، وفي الباست ووز اند وير. طبعا كل الحاجات دي مشروحه بالتفصيل داخل الكتاب، ما تقلقوش ابدا، ودي مرحله تاسيسيه المفروض ان الطفل يتاسس في كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده دي، عشان هيبقى كده مستعد استعداد كويس جدا لدراسه المنهج في السنوات المقبله. طيب هندرس ايه تاني؟ هندرس مع بعض الادفيربس اوف frequency، يعني ظروف التكرار، وازاي تستخدم how often للسؤال عن عدد مرات تكرار الفعل. طيب هندرس ايه كمان؟ هناخد ادوات الاستفهام who what when why where. واخيرا هندرس الكومباريتيف adjectives صفات المقارنه بين اتنين، والسوبرليتيف adjectives صفات المقارنه بين واحد ومجموعه. تمام. المنهج تقيل ومحتاج مذاكره زي ما احنا شايفين. النهارده ان شاء الله هنعرض دروس منهج كونكت بلس 2024 وكمان القصه المقرره علينا السنه دي بشكل سريع كده، ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرض النهارده المنهج بتاعنا من خلال كتاب الباهر. الكتاب ده ب99 جنيه وعدد صفحاته 264 صفحة، بالإضافة لملحق المراجعة النهائية ده بيكون 88 صفحة. طيب تعالوا نشوف كده المنهج بتاعنا عبارة عن ايه. وقبل ما نعرض المنهج كده، انا عارفة طبعا كل الطلاب بيحبوا الستوري او القصة بتاعتنا. القصة السنة دي عندنا بعنوان The Gingerbread Man، رجل كعكة الزنجبيل. وطبعا دي قصة خيالية معروضة طبعا بشكل لطيف زي ما انتم شايفين، وعليها براكتس كتير في اخر الكتاب. انا حبيت بس كده اوريكم القصة بشكل سريع ونبدأ بقى في عرض منهجنا. المنهج بتاعنا السنة دي ان شاء الله مكون من 2 themes، من محورين. المحور الاول بعنوان هو am I، من اكون، والمحور الثاني بعنوان the world around me، العالم من حولي. تعالوا نقرأ كده عناوين اليونتس بشكل سريع. يونت 1 ready get set go، جاهز استعد انطلق. يونت 2 let's get fit، هيا بنا نكون لائقين بدنيا. يونت 3 a day in my life، يوم في حياتي. يونت 4 into space، في الفضاء. يونت 5 a boot trip، رحلة بالقارب. يونت 6 monuments، الآثار. طيب تعالوا نشوف كده الدروس بتاعتنا بتتعرض بشكل عامل ازاي. والكتاب الاول بيبدأ لنا بمراجعة سريعة على اهم الكلمات واهم الجرامر المفروض ان انت تكون عارفه، وكمان بيعمل لنا اختبار قبلي زي تحديد مستوى كده قبل بداية دراسة المنهج زي ما احنا شايفين الفونكس، واختبار بسيط. بعد كده بيبدأ في ثيم 1 على طول زي ما احنا شايفين، وهيبدأ فيه عرض دروس يونت 1 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كمان هيعرض لنا القاموس المصور بتاعنا، كل كلمة معاها صورتها ومعاها ترجمتها، وبيعرض الدرس المقرر علينا مترجم زي ما احنا شايفين، وكمان براكتس عليه. طيب اهم حاجة عندنا هو شرح الجرامر. تعالوا نشوف lesson 2 and 3 الكلمات المهمة المطلوب منك حفظها، والنمبرز زي ما احنا شايفين، وكمان ازاي نقدر نقرأ الساعة. طيب البريزنت سامبل تنس مشروح اهو زي ما انا قلت لك في البداية، مشروح بشكل تفصيلي ازاي تقدر تكون جملة في البريزنت تنس في البريزنت سامبل تنس، وكمان ازاي تعمل عليها سؤال بيس اور نو كويشن ودبليو اتش كويشن، وازاي تجاوب على الاسئلة دي وبراكتس عليها. طيب بعد كده عندي البريزنت كونتينوس تنس اللي هو الزمن المضارع المستمر، مشروح برضو بالتفصيل وازاي نكون جملة ونعمل عليها سؤال ونجاوب السؤال، وكمان البراكتس. بعد كده ليسون جديد مترجم طبعا، وكمان البراكتس عليه.
الكلمات المهمة طبعا معروضة بالشكل اللي انت شايفه ده. واهم حاجة بتميز الكتاب ان احنا بنلاقي تدريبات كتير جدا على كل درس، تمام، وشرح طبعا الجرامر. طب تعالوا نشوف هنا مثلا هو بيفرق لك ما بين كلمتين في اللغة الانجليزية وهي wants and needs، الاحتياجات والرغبات. want يعني يريد، اما need معناها يحتاج، يعني حاجة مهمة لازم تشتريها، اما wants حاجة ممكن تستغنى عنها، تمام. طيب البراكتس على الليسون، واليونت بتنتهي وبيرجع لك اليونت كلها في صفحة واحدة، اهم الفوكابلري، اهم اللانجوج فوكس، الوظائف اللغوية، وكمان الماس وغيرها من الكلمات المهمة، كل ده في صفحة واحدة. وبعدين بيعمل لك مراجعة على اليونت. طبعا في مراجعة تانية في الكتاب، المراجعة النهائية زي ما اتفقنا، كل يونت عليه مراجعة بشكل خاص، وكمان امتحانات اخر العام هتلاقيها موجودة في الكتاب ده، والاجابات النموذجية. طيب يونت 2 هيبدأ في عرض دروس جديدة زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة بالظبط، وكمان هيشرح لك الفيرب تو هاف، ازاي تستخدم الفيرب تو هاف في تكوين الجمل زي ما احنا شايفين، وكمان الفرق ما بين this و this، هذا للمفرد وهؤلاء للجمع. براكتس طبعا زي ما احنا متعودين من الكتاب، بيقدم لنا براكتس كتير وتدريبات كتير على كل درس، كلمات جديدة زي ما احنا شايفين، ودرس جديد، وشرح الفيرب تو هاف in questions، ازاي تعمل سؤال في زمن باستخدام هاف في زمن المضارع البسيط. طبعا المنهج تقيل ومحتاج مذاكرة ومحتاج تدريبات كتير زي ما احنا شايفين، تمام. ازاي هنا تقدر تربط ما بين جملتين باستخدام اند زي ما احنا شايفين كده. وهنبدأ في عرض الدرس الجديد بالكلمات الجديدة، وهناخد الادفيربس اوف فريكوانسي، ظروف التكرار، وشرح لك الكتاب ازاي تستخدمها، وكمان ازاي تسأل عن عدد مرات تكرار الفعل باستخدام how often، تمام. الدرس بتاعنا والتدريبات عليه، وكمان هنبدأ في درس جديد كلمات جديدة ومعروضة بشكل حلو قوي. وهناخد هنا الفونكس، طبعا هنتعلم نطق هذه الحروف باستخدام مجموعة من الكلمات زي ما احنا شايفين. لو انت مش عارف تنطقها بشكل كويس هتبدأ تستخدم جوجل ترانسليت، وهتدخل الكلمة وهتسمع النطق بتاعها الصحيح من خلال التطبيق ده، تمام. طبعا هو تطبيق مجاني موجود على كل التليفونات او الكمبيوترز، تمام. طيب نيجي بقى بعد كده للبراكتس زي ما احنا شايفين. براكتس طبعا حلوه جدا ان هي تدرب الطالب على كل جزئيات الدرس، وبعدين هيعرض لك الكلمات الجديده بشكل قاموس مصور زي ما احنا شايفين. دي طريقه حلوه قوي، يحط لك الصوره والكلمه وكمان الترجمه، وبعد كده هيبدا يعرض لك الدرس بشكل مترجم وكمان البراكتس عليه. براكتس تاني وتلخيص يونت 2، وكمان هيعمل لك تدريب على يونت 2. ندخل على يونت 3 A day in my life، يوم في حياتي، وهيبدأ يعرض لك الدروس بنفس الطريقة. تعالوا نشوف كده. طبعا هو هنا هيدربك على كيفية السؤال والإجابة عن الوظائف، تمام. تسأل عن وظيفة حد يعني بطريقة عاملة ازاي، وكمان ازاي تجاوب عليها. هيبدأ يديك درس جديد عن الوظائف ايضا والاماكن، الجوبس والبليسز، وهيعرفك على كلمات جديدة، وكمان هيبدأ يستخدم او يعلمك عن ادوات الاستفهام where، اين، why، لماذا، what، ما او ماذا، when للسؤال عن الوقت، who للسؤال عن الاشخاص. هيبدأ يدربك كمان على الدرس ده زي ما انت شايف، وهيعمل لك براكتس عليها. وهندرس فونكس تاني، وطبعا زي ما قلت لك اي حاجه بتقف معاك في الفونكس هتقدر تستخدم جوجل ترانسليت عشان تسمع الكلمه ونطقها بشكل صحيح. طيب لسن 4 معانا بكلمات جديده زي ما انت شايف، وهيعرض لك الدرس، وكمان هيدربك على الجرامر اللي هو البريزنت كونتينوس تنس، الزمن المضارع المستمر. بعد ما يشرحه طبعا بشكل تفصيل زي ما احنا شايفين، هيدربك على الاسئله اللي بتيجي على زمن المضارع المستمر. وكمان هيبدأ في عرض الدرس الأخير من الوحدة زي ما انت شايف، وهيعمل لك براكتس كتير عليه. هناخد طبعا هنا البريبوزيشنز اوف تايم، حروف الجر الخاصة بالوقت، يعني امتى نستخدم on وامتى نستخدم in وامتى نستخدم at.
ان اون ات شهور ايام ساعات. طبعا دي اغنيه كنا بنغنيها زمان للطلاب عشان يعرفوا الفرق ما بين الثلاث حروف دول. والدرس ده لطيف قوي، هيشرح لك الجوبس المهن واماكن تواجدها. يعني مثلا الشيف بيبقى موجود فين؟ في الكيتشن، تمام، وبيعمل ايه؟ ميك فود بيصنع الطعام، تمام، وهكذا. هيبدأ يعرفك عن كل الوظائف في الدرس. طبعا دروس يعني جديدة علينا، وكمان درستها هتكون أكثر استمتاعا من المناهج القديمة، تمام. هنيجي بقى ل lessons 9 and 10. طبعا ده آخر درس في الوحدة، بيتكلم عن التكنولوجيا والتقنية. هنبدأ بقى نتعلم عن السيلفون والكمبيوتر واللابتوب والكيبورد والتابلت والبرينتر، اللي هي الادوات اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه، وهي عالم اجهزه الحاسوب والكمبيوتر، تمام. براكتس. وبتنتهي يونت 3 وبيلخصها لك كلها في صفحه واحده زي ما انت شايف، اهم الفوكابلري، اهم اللانجوج فوكس، وكمان اهم الفونكس، وبيعمل لك تدريب على يونت 3. طيب بعد تدريب على يونت 3 كده يكون الثيم انتهى، فبيعمل لك تدريب بقى على الثيم كله. نون فيكشن ريدر اللي هي قصه واقعيه، تمام. هيبدأ يكلمك شوية عن الانيمالز ان ذا وايلد، هنتكلم عن الحيوانات في البرية، تمام. طيب هنبدأ بقى في ثيم 2، هيعرضه لك بنفس الطريقة. انا هفصل الصوت وهسيبك مع صفحات الكتاب تطلع بشكل سريع كده على باقي الدروس، واللي حابب يطلع طبعا عليها، اللي مش حابب خلاص كده الحلقة انتهت بالنسبة لك. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.